في سنة 2012 راجل اسمه خوسيه الفارينجا صياد من السلفادور طلع رحلة صيد عادية جدا في المحيط الهادي. الرحلة كان المفروض ترجع في نفس اليوم، لكن الجو اتقلب فجأة، عاصفة قوية وأمواج عالية والموتور عطل والقارب الصغير اتسحب جوه المحيط. مفيش ولا شبكة ولا وقود ولا أي وسيلة تواصل. خوسيه فضل تايه مش ساعات ولا أيام، ده 438 يوم عايش لوحده فوق مركب صغير. كان بيشرب مية المطر وبيصطاد السمك بإيديه، بياكل سلاحف بحر وطيور علشان يعيش. رفيقه في الرحلة مات بعد شهور. خوسيه كمل لوحده بين البحر والسماء. وفي يناير 2014 القارب وصل جزيرة صغيرة، جزيرة اسمها إيبون في جزر مارشال. أهل الجزيرة افتكروا إنهم قدام شبح، رجل هزيل وجلده محروق من الشمس. الدكاترة أكدوا القصة. خوسيه قال جملة واحدة بس: كنت فاكر إني هموت بس ما كنتش مستعد أستسلم. القصة دي حقيقية وموثقة عالميا. أما السؤال هنا، قد إيه الإنسان يقدر يستحمل لو الأمل هو الحاجة الوحيدة اللي فاضله؟ وبس كده. اما لو عجبك النوع ده من الفيديوهات متنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب. شارك الفيديو ده مع صحابك علشان يجيلك فيديوهات اكتر قريب.